ماني توكس، حلم بيريز اللي كان بيتكلم عنه من 3 سنين بيتحقق بموافقه الرئيس الاتحاد الاوروبي. مش كده وبس، احنا كمان السنه دي هنتفرج على 189 مباراه بدل 125. البطوله السنه دي بنظام مختلف خالص هنتكلم عليه على مدار الحلقه. عندنا قمه الدوري الانجليزي يوم الاحد ما بين مانشستر سيتي وارسنال، والخناقه اللي ما بين ارتيتا وجوارديولا، مين هيتفوق على مين ومين هيستعيد صداره الدوري الانجليزي السنه دي في الجوله الخامسه. كل ده واكتر هنتكلم فيه في الحلقه النهارده من كوره توكس. طبعا اول سؤال عندك عايز تلاقي له اجابه هو ايه النظام الجديد بتاع دوري ابطال اوروبا السنه دي ده؟ فاكر الفكره الملعونه بتاعت بيريز اللي كان بيتكلم عليها من 3 سنين، وفكره دوري السوبر الاوروبي اللي كان عايز يعمله هو والانديه الكبرى اللي موجوده في اوروبا، وكل الانديه راحت معاه عشان خاطر الفلوس؟ لا، ده السنه دي بيتنفذ بس بفكره جديده وتحت يافطه مين؟ تحت يافطه اليويفا. الفلوس يا صديقي، بص انا مش عايزك تحسبها فلوس، يعني بص لو انت فكرك ان بيريز وناصر الخليفي عملوا بعض التليفونات مع بعض وقال لك نحسبها فلوس، لا، او ان انت فكرك ان رئيس الاتحاد الاوروبي كان اتكلم معاهم وبرضه عايز احسبها فلوس، لا، هي ما تحسبهاش فلوس. هي من 125 مباراه انت هتلعب 189 مباراه. السنه دي بدل ما كنا 32 فريق هنبقى 36 فريق. طبعا عايز تفهم ايه النظام الجديد ده، الدوري ده هيتطبق ازاي. كل فريق هيلعب 8 ماتشات، 4 ماتشات جوه ارضه و4 ماتشات بره ارضه. ال 36 فريق دول هيتأهل منهم أول 8، أول أصحاب أول 8 مراكز هيتأهلوا بشكل مباشر دور ال 16. المراكز اللي من أول المركز التاسع لغاية ال 24 هيلعبوا ملحق مع بعض، واللي هيصفي هيتأهل بشكل مباشر لدور ال 16. طبعا من بعد المركز ال 24 بيخرجوا بشكل تلقائي من بطولة دوري الأبطال. كل ده طبعا هيزود عدد المشاهدات، الفيديوهات، الريلز، كل ده بيجيب لك فلوس. طبعا الفكره اللي كان عايزها بيريز بتتحقق وبموافقه اليويفا. طب الكلام ده كان ليه صدى؟ هل اللعيبه كان ليها رأي؟ طبعا رأي عنيف جدا وقوي جدا. ومن مين؟ من رودري لاعب مانشستر سيتي ومن ضمن اللعيبه المرشحه للبالون دور السنه دي، بيتكلم وبيقول ان اللعيبه ممكن تقوم باضراب، وان احنا ممكن في يوم من الايام نلاقي ان اللعيبه مش عايزه تنزل تلعب ماتشاتها مع الانديه. رودري كان اتكلم وقال في تصريح ليه ان مانشستر سيتي السنه دي هيلعب فوق ال70 ماتش ما بين دوري الانجليزي وكاس الاتحاد وكاس الرابطه ودوري الابطال وكاس العالم الانديه. رودري كان هو اول واحد اتكلم عن النوع ده من التصريحات. بعد كده دخل كوندي وقال برضه نفس النوع من التصريحات، ان مفيش حد بيقف في صف اللعيبه ومفيش حد بياخد رايهم. كارفخال قال نفس الجمله، محدش بيحط اللعيبه في الحسبان. ووكر كان عنده رأي تاني ومختلف وقال لك احنا ما عندناش مشكلة ان احنا نلعب، احنا تحت امر الاندية وده دورنا واحنا بناخد فلوس عشان خاطر الدور ده. كل التصريحات دي كان ليها دور وصدى واسع جدا عن دوري الابطال. هل فعلا حاجة زي كده هنشوفها خلال الفترة اللي جاية؟ هل فعلا ممكن يجي يوم ونلاقي اللعيبة مش راضية تنزل تلعب ماتشاتها؟ خلينا نصبر ونشوف. بس انا عايزك تفتكر ان دوري ابطال اوروبا السنة دي دور المجموعات بالتحديد بدل ما كان بيخلص قبل بداية شهر يناير هيخلص في نص يناير. كل ده هيسبب تضارب في المواعيد، التوقفات الدوليه هتدخل في بعض. الانديه اللي عندها اتحاد رابطه واتحاد انجليزي الخاص بانجلترا، تشيلسي من اكتر الفرق اللي هتتضرر، لان هيكون عنده مشاركه في دوري المؤتمر الاوروبي وفي نفس الوقت هيكون عنده مشاركه في كاس الاتحاد. فمنين بيودي على فين؟ هيقدروا يغطوا عدد المواعيد دي كلها ازاي؟ عدد الماتشات ده هيتطبق ازاي على مدار الموسم؟ كل ده خلينا نصبر عليه ونشوف. تعالى بقى نتكلم عن الدور المجموعات ونلاقي افضل الماتشات اللي اتلعبت في تشامبيونز ليج. وطبعا طالما تشامبيونز ليج يبقى لازم نتكلم عن كبير قاره اوروبا وكبير انديه العالم ريال مدريد. ريال مدريد كان في موقف صعب جدا على شتوتجارت. موقف صعب ازاي وهو كسب 3-1؟ اقول لك موقف صعب ازاي. لان ريال مدريد السنه دي عنده مشكله كبيره جدا في الثلاثي الامامي. ريال مدريد عنده رودريجو، فينيسيوس جونيور، كيليان امبابي. طب ايه المشكله في كده؟ ثلاثي هجومي بحت يتمناه اي نادي في العالم. اقول لك انا المشكله في ايه. المشكله ان ريال مدريد هجوميا حدث ولا حرج، ولكن دفاعيا عنده مشكله كبيره. امبابي مش المهاجم 9 الكلاسيكي اللي بيقدر يضغط على خط الدفاع ويقدر ان هو يستخلص الكوره في الثلث الاول من الملعب ويقدر يفيد الفريق في مرحله الضغط. امبابي مهاجم عايز الكرة تجيله في رجله، مهاجم عايز لا مركزيه، عايز تبادل ادوار ما بينه وما بين الاجنحه، مش مهاجم يعرف يستلم وظهره للجون، مش مهاجم يقدر يتحرك بشكل مباشر على المرمى وبس، مهاجم عايز الكرة دايما في رجله، عايز يلعب على الخط، عايز يروح لطرف الملعب كتير، عايز يتبادل الادوار ما بينه وما بين الاجنحه. ودي اكبر مشكله هيواجهها انشيلوتي بعد قدوم امبابي في ريال مدريد. كده وبس هي دي المشكله اللي عند ريال مدريد؟ لا، مش كده وبس. ده ريال مدريد في اول ربع ساعه يكاد يكون اتشاط عليه اكتر من 5 كرات كان المتالق فيهم كورتوا. تخيل يبقى مان اوف ذا ماتش في فرقه زي ريال مدريد كورتوا قدام فرقه زي شتوتجارت في اول مباراه في دوري ابطال اوروبا في الموسم. وده بسبب ايه؟ بسبب ان خط دفاع ريال مدريد السنه دي ما لقاش اي تدعيمات من الصفقات. تخيل ان خط دفاع ريال مدريد كان بيتكون من كارفخال، فاسكيز، مندي، روديجر. 4 لعيبه ما فيهمش غير مدافع واحد اللي هو روديجر. مندي
مستواه في مركز الباك الشمال مش افضل مستوى. كارفخال كان بيلعب قلب دفاع والباك رايت كان هو فاسكس. خط دفاع ده ولا احنا كنا بنتكلم عن انهي خط؟ هل ده الخط اللي يليق بريال مدريد؟ هل ده خط يليق ببطل اوروبا وبطل القاره وعنده 15 بطوله قاريه؟ اكيد لا. في تفصيله بقى صغيره كده لازم نتكلم فيها ولازم ندي الراجل ده حقه. في شغل كده كتير قوي على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا دول، اصل بلينجهام نزل صوره مع مبابي وفينيسيوس وقصص منها رودريجو، اصل مبابي وفينيسيوس نزلوا صوره لوحديهم ومش عاملين منشن لرودريجو، اصل رودريجو مش نازل في الصور الرسميه بتاعه صفحه ريال مدريد. شغل التهميش ده او شغل ان رودريجو هيكون هو كبش الفدا بتاع قدوم مبابي لريال مدريد شغل لا يمت للواقع بصله، لان انت لو بصيت شويه كده جوه الملعب هتلاقي ان رودريجو في طريقه اللعب جزء لا يتجزأ من طريقه لعب ريال مدريد. رودريجو الحجر الاساسي او الفم حاجه الخاصه بريال مدريد. رودريجو هو حلال العقد الخاص بريال مدريد في تشكيله انشيلوتي على الاقل في اخر سنتين. رودريجو لا غنى عنه. لو هنتكلم بقى بالاحصائيات، مع ان انا برضو مش مقتنع ان الاحصائيات لوحدها حكم كافي على كل لاعب او تقدر تقول عليها مقياس كافي ان انت تحكم اللاعب ده مؤثر في طريقه اللعب او لا او مهم للنادي ولا لا، ولكن كده خلينا نبص عليها بصه. لو بصينا على الاحصائيات الخاصه بمبابي والاحصائيات الخاصه بفينيسيوس والاحصائيات الخاصه برودريجو، هنلاقي ان كل واحد فيهم كده لو انت شايف قدامك على الشاشه كل واحد فيهم مميز في حاجه، كل واحد فيهم ليه دور، كل واحد فيهم اكسبكتد جول او الاكسبكتد اسيست، الاسيستات المتوقعه وعدد الاهداف المتوقعه اعلى من الثاني. كل واحد فيهم مميز في حاجه، في واحد مميز بالدريبلينج، في واحد مميز بالاكيورسي باسز او الباصات الناجحه، في واحد مميز بالتسديدات، واحد مميز بالاسيستات. كل واحد فيهم عنده نقطه قوه، كل واحد فيهم عنده نقطه ضعف. ما ينفعش تستغنى عن حجر اساس باسم رودريجو. رودريجو صعب جدا ان انت تطلعه من منظومه لعب ريال مدريد. رودريجو انت لو بعته لاي فريق كانك بتبيع اهم نقطه قوه عندك وبتديها لمنافس يقدر ينافسك ويضربك بنفس القوه اللي انت كنت بتضربه بيها. رودريجو لا غنى عنه. رودريجو مش هيعوضه اندريك. اندريك موهبه كبيره ومستقبل ريال مدريد، ولكن في الاول والاخر اندريك لسه عنده خبرات عايز ياخدها، لاعب عنده 17 سنه لسه بيثبت نفسه، مش هيقدر ان هو يديك نفس ال 60 ماتش على مدار الموسم. لازم يكون في بديل وبيبدل معاه. رودريجو لاعب اساسي، اندريك هيكون بديله. لو حاله اصابه رودريجو او امبابي او فينيسيوس هيكون مين بديلهم؟ ما ينفعش تعتمد على 3 بس اقوياء في خط الهجوم. فبالتالي بناء على الارقام، بناء على طريقه اللعب، بناء على حاجات كتير قوي قدمها رودريجو وبيقدمها في طريقه لعب ريال مدريد، ما ينفعش خالص ان احنا نختزل مجهود رودريجو او ان احنا نهمشه او ان احنا نقول ان هو هيكون كبش الفدا بعد قدوم امبابي. بعدين في تفصيله صغيره قوي لازم نتكلم فيها. في اشاعات كده بتقول ان ممكن في الصيف اللي جاي رودريجو يكون تحت قياده منظومه بيب جوارديولا. تخيل كده رودريجو تحت قياده بيب جوارديولا. تخيل مانشستر سيتي هينتقم كم مره من اللي عمله في ريال مدريد. اهم نقطه قوه كانت عند ريال مدريد بتديها للمنافس الاقوى بالنسبه لك دلوقتي في البطوله القاريه في اوروبا. بعد ما كان رودريجو هو الفم حاجه اللي قضت على احلام مانشستر سيتي في بطوله من البطولات، هيرجع رودريجو يكون هو نقطه القوه اللي عند مانشستر سيتي ويرجع يضرب في ريال مدريد. فما ينفعش تدي نقطه قوتك لاقوى منافس عندك. فبالتالي رودريجو لا غنى عنه في منظومه ريال، لا غنى عنه كبديل، لا غنى عنه كاساسي. رودريجو جزء لا يتجزأ من ريال مدريد. طبعا كلنا اتفرجنا على شتوتجارت كان ازاي بيقدر يستخلص الكره في الثلث الاول من ريال مدريد. الميس باص الكتير قوي اللي كان بيعمله كارفخال بسبب ان هو بيلعب في مركز مش في مركزه، التغطيه العكسيه السيئه جدا من مندي اللي كان بيقدمها على مدار المباراه في اول ربع ساعه. شتوتجارت كان يقدر يكون متقدم بهدفين وثلاثه لولا كورتوا. طبعا النتيجه الاخيره دي مش جديده على ريال مدريد ان هو يكون بيلعب مباراه مش افضل مستوى هجومي او مش افضل مستوى دفاعي ويكسب. شخصيه البطل وكل الكلام ده اتكلمنا عنه كتير، ولكن السنه دي افتكر الكلام ده في بدايه الموسم ريال مدريد هيعاني في حاله عدم قدومه بمدافعين في انتقالات يناير. ريال مدريد في امس الحاجه لمدافعين، وفوق ده كله في امس الحاجه لصفقه وسط من نوعيه رودري ونوعيه كيميتش. كلنا اتكلمنا ان ممكن يكون رودري هو الصفقه الاقرب للحدوث، بالذات بعد الاتهامات اللي موجهه على مانشستر سيتي واحتماليه هبوط النادي للدرجه الثانيه. طبعا شيء مش وارد الحدوث بنسبه كبيره، ولكن اذا حصل هيكون يساعد هنا انشيلوتي ويساعد هنا ريال مدريد بصفقه من نوع رودري. تخيل ان في يوم الثلاث اول يوم لدوري ابطال اوروبا اتسجل 25 هدف. طبعا طالما هنتكلم عن الاهداف يبقى لازم نتكلم عن الاهداف اللي بقت حاسمه في الفتره الاخيره اللي من نوع الكرات الثابته. ماتش ليفربول وميلان خلص 3-1 وكان فيهم جونين رجحوا الكفه لليفربول. الجونين دول كانوا من الكرات الثابته، الجونين دول كانوا بمثابه المفتاح السحري ليفربول اللي قدر يحول تاخره من 1-0 لتقدم 2-1 عن طريق فان دايك وكوناتي. جونين من الكورنر، جونين من كرات ثابته، جونين من تمركز خاطئ من اي سي ميلان قدر يستغله ليفربول من تمركز مثالي وصحيح جدا داخل ال 18 قدر يسجل بيه جونين
جونين يحول تاخره لتقدم. تعال بقى نتكلم شغل تكتيك شويه كده ونخش في شويه تفاصيل من اللي انت بتحبها ونفسك تسمعها وما بتسمعهاش في حته غير كوره توكس من الاخر. تعال كده نتكلم مع بعض على التكتيكال باد، ازاي ليفربول قدر ينفذ خطته الذكيه داخل ال 18 في تنفيذ الكرات الثابته. تعال بقى انا اقول لك ليفربول ازاي قدر من خلال الكرات الثابته ان هو يحول تاخره من 1-0 لتقدم 2-1. الفكره كلها كانت في تحرك لعيبه ليفربول والتمركز الخاطئ من لعيبه اي سي ميلان داخل ال 18. تعالى كده واحده واحده نتكلم. لعيبه اي سي ميلان كلها كانت داخل ال 18، 11 لاعب الخاص باي سي ميلان كلهم متمركزين داخل ال 18 مقابل 10 لعيبه من ليفربول ما عدا حارس المرمى. يبقى كده لعيبه ليفربول كلها ولاعيبه اي سي ميلان كلها داخل ال 18. طب المشكله كلها في ايه يعني يا عم شريف؟ هقول لك انا المشكله كلها في ايه. الفكره كلها ان التمركز الخاص بلاعيبه اي سي ميلان مش مركز بس على الكوره، ده كمان بيتحرك كله في اتجاه الكوره وبس وسايب تحركات اللعيبه وتمركزاتهم. الفكره كلها اللي اعتمد عليها ليفربول ايه؟ ان انت حاطط 2 لعيبه على القائم البعيد، الجوتا وصلاح، وراهم كمان ناحيه نقطه الجزاء فان دايك اللي وراه كوناتي. اللاعب اللي متحدد هنا هو كوناتي، واللاعب المستهدف من اللعبه هو كوناتي. طب اتفرغت له المساحه ازاي وقدر يسجل منها الهدف؟ اول حاجه 2 لعيبه اللي اتكلمنا عليهم الجوتا وصلاح ساحبين 2 لعيبه على القائم البعيد، في نفس الوقت سبوسلاي وماك أليستر بيتحركوا على القائم القريب ويسحبوا معاهم 5 لعيبه من اي سي ميلان، وفي نفس الوقت اللي كراتنبرج واقف قصاد خط ال 18 ساحب معاه لاعب. اذا اللاعب ده هنا والاثنين لعيبه اللي واقفين على تنفيذ الكره الثابته قصاد ترينت الكسندر ارنولد، وفي نفس الوقت تفريغ المساحه الخاصه بكوناتي. بتتلعب الفاول بعد ما اتحرك ماك أليستر وسحب معاه لاعب والتاني، وسبوسلاي اتحرك وسحب معاه لاعب والتاني، اتفرغت المساحة الخاصة بكوناتي اللي قدر يسجل منها الهدف الخاص بليفربول. نفس الفكرة اتنفذت في هدف فان دايك، نفس الفكرة، نفس التكنيك، نفس الأفكار، نفس التمركز الخاطئ من لعيبة اي سي ميلان. وده بيقول لك على شيء، يقول لك ان الكرات الثابتة أصبحت شيء لا يستهان به، شيء ضروري ويحل لك ماتشات ضيقه، ماتشات صعبه، ماتشات مش قادر تنفذ فيها الافكار اللي انت بتتمناها. ما ينفعش طالما هنتكلم عن الشامبيونز ليج ما نتكلمش عن سيتي جوارديولا، مانشستر سيتي اللي قدم مباراه صعبه جدا قدام انتر ميلان بقياده انزاجي، تعادل على ارضك في استاد الاتحاد قبل قمه الدوري الانجليزي قصاد ارسنال وميكيل ارتيتا. مباراه كانت صعبه جدا على مانشستر سيتي، ولكن كان في مباراه اصعب قبلها كانت قدام برينتفورد في الدوري الانجليزي. مباراه كان فيها بعض الافكار اللي قدر ينفذها برينتفورد قدام مانشستر سيتي، اللي اعتقد هتكون مرجع قوي جدا لميكيل ارتيتا في مباراته قدام مانشستر سيتي. تعال بقى نفتكر كده مع بعض التركايه اللي اعتمد عليها برينتفورد قصاد مانشستر سيتي، واكيد هيستخدمها ارتيتا في مباراه ارسنال. مانشستر سيتي كان بيعتمد في الضغط على جريليش، هالاند، دي بروين، سافيو. كان بيعتمد على توجيه الكوره كلها ناحيه الشمال على امل ان كوفازيتش يقطع الكوره من جانلت. ولكن الفكره كلها اللي اعتمد عليها برينتفورد قصاد مانشستر سيتي ان ويسا بدل ما كان بيجي في مركز الهجوم بينزل ويحقق زياده عدديه في خط النص عشان يحط كوفازيتش في موقف 2 على 1. كوفازيتش هيكون قدام حل من 2، اضغط على جانلت ولا اضغط على ويسا. بدل ما الكوره كانت هتروح لجانلت بشكل مباشر ويقدر يستخلصها كوفازيتش في مساحه خطر جدا وقريبه من الجون وفي الثلث الاول من الملعب، لا، ده الكوره بقت بتتلعب بشكل مباشر من بينوك من خط دفاع برنتفورد على ويسا اللي بيطلع بالكوره وبيلف بمنتهى الاريحيه بعد ما كوفازيتش اتحط في موقف 2 على 1 ومش عارف يضغط على مين فيهم. ويسا بياخد الكوره وبيتحرك وبيعمل تحول هجومي اكتر من مره قصاد مانشستر سيتي في المباراه في الدوري الانجليزي. طبعا دي من ضمن الافكار اللي يقدر يعتمد عليها ارتيتا. طب ارتيتا يعتمد عليها ازاي؟ هقول لك انا ارتيتا يقدر يعتمد عليها ازاي. ارتيتا يقدر يعتمد عليها بتطبيق التفكير ده من خلال هافرتز او تروسارد. دول الاثنين لعيبه اللي يقدروا ينفذوا الافكار دي. طب هافرتز وتروسارد انت بتتكلم على 2 مهاجمين، 2 بيلعبوا في مركز الهجوم، ايه اللي هيخلي فكره زي دي يطبقها ارتيتا في المباراه في الجوله ال5 من الدوري الانجليزي اللي احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في الدوري ولسه عنده فرص كتير قوي مره واثنين وثلاثه ان هو يعوض، بدل ما يجرب ويخاطر ويخسر مباراه في بدايه الموسم؟ اقول لك انا ليه يجربها. لان فكره زي دي انتجت جدا 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 خطوره كبيره على مانشستر سيتي، لان مانشستر سيتي السنه دي وبالتحديد من نهايه السيزون اللي فات بقى بيلعب بخط دفاع متقدم. لويس، اكانجي، ستونز، ووكر بقوا بيدافعوا تقريبا من عند خط نص الملعب او من قرابه خط نص الملعب، فبالتالي انت لما تحقق زياده عدديه في خط النص تقدر تعمل تحولات بسرعات. ساكا اللي المفروض هيكون موجود
وبسرعات مارتينيلي او سرعات ستيرلينج اللي اتوقع ان هو يبدا مباراه زي دي عشان يلعب قصاد مانشستر سيتي، وهو من المباريات المفضله بالنسبه له بتكون قدام مانشستر سيتي. فدي من ضمن الافكار اللي احنا اتفرجنا عليها في الدوري الانجليزي في اخر مباراه لعبها مانشستر سيتي في الدوري. نفس الفكره برضو ارسنال ممكن ينفذها. في فكره تانية نفذها انتر ميلان في مباراه الشامبيونز ليج وكانت مختلفه تماما، وهو ان ساب الكوره والاستحواذ كله لمانشستر سيتي، وده اللي بيحب جوارديولا، ولكن كان الكمين كله ان بيتحرك بمساحه اقل. الفرقه كلها بتتحرك كومباكت او كتله واحده، بتتحرك في ويف واحده قافل انصاف المساحات او المساحه اللي بتبقى موجوده ما بين خط النص وخط الدفاع او ما بين خط النص وخط الهجوم. بالتالي كان بيقدر يستخلص الكوره في وقت اقل، بيقدر ينفذ تحولات هجوميه في وقت اسرع. فلولا سوء الحظ، لولا سوء التنفيذ من مهاجمين انتر ميلان، كان انتر ميلان ممكن يحرج مانشستر سيتي على ارضه في بدايه تشامبيونز ليج الموسم ده في اول مباراه السنه دي في البطوله، ويحقق الفوز على مانشستر سيتي ويسقر من هزيمه فاينل تشامبيونز ليج السنه اللي فاتت. كل دي افكار اكيد ارتيتا مش قاعد غافل عنها، افكار ارتيتا ممكن ينفذها لان عنده الادوات السنه دي عكس السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كانت مشكله ارسنال الاساسيه في الدكه، السنه دي عنده حل واثنين وثلاثه. طب مانشستر سيتي ما كانش ليه رد فعل على حاجه زي كده؟ اكيد كان ليه رد فعل، كان ليه تجربه قويه جدا كمان. التجربه او رد الفعل كان بيتنفذ ازاي؟ كان بيتنفذ بخروج لويس وكان بينزل مكانه جفارديول. لويس بعد ما كان بيخرج كان بينزل مكانه جفارديول. طب ايه الدور اللي بيقدمه جفارديول مكان لويس؟ طبعا جوارديولا تصرف ذكي جدا في ماتش انتر، خرج لويس، او حتى في ماتش برنتفورد لويس يخرج ينزل جفارديول. طب ايه اللي بيقدمه جفارديول مختلف؟ جفارديول ما بقاش مدافع عادي، يعني خلينا نتكلم كده بمنتهى الشفافيه، جفارديول ما هوش صفقه مدافع عاديه وخلاص. جفارديول بيقدر يلعب في اكتر من مركز، جفارديول بيقدر يجيب اجوان، جفارديول بيقدر يعمل اسيستات، جفارديول يقدر يلعب في اكتر من مركز في خط الدفاع. طب ايه اللي كان بيقدمه جفارديول؟ جفارديول كان بيزيد ويحقق زياده عدديه قصاد برنتفورد او حتى قصاد التكتلات الدفاعيه اللي كانت خاصه بمباراه انتر ميلان. فبالتالي اكانجي بيرحل مكان جوارديول، ستونز بيرحل مكان اكانجي، ووكر بيرحل مكان ستونز، عشان يلعب مانشستر سيتي بثلاثه مدافعين مش هيتقدموا، عشان عندنا مدافع قدر ان هو يزيد عشان يحقق زياده عدديه ويشارك في صناعه اللعب اكتر، وكمان يقدر ان هو يزيد داخل ال 18. دي من ضمن الافكار اللي كمان بيحاول ارتيتا يستنسخها مع كاليفيوري اللي تقريبا قريب من بروفايل جفارديول. عشان نتكلم برضو على نفس النسخه اللي بنشوفها من جفارديول مع السيتي، قريب جدا هنشوف نفس النسخه دي من كاليفيوري مع ارسنال تحت قياده ارتيتا. طب بس كده هي دي الافكار اللي بيعتمد عليها جفارديولا؟ لا طبعا. هالاند السنه دي مش مشكلته ان هو حقق 9 اهداف في 4 ماتشات، مش هي مشكله خالص. مش مشكلته ان هو خلاص بيكسر الارقام كل ماتش عن التاني، مش مشكلته ان هو بيسجل اهداف من ايام وجوده في سالزبورج، مش مشكلته ان هو حتى هداف، مش مشكلته ان هو هداف الشامبيونز ليج من ايام دورتموند كمان. لا، الخطوره الاكبر في هالاند السنه دي او النسخه بتاعت 2024 2025 من هالاند ان هالاند بيتطور. هالاند مش مهاجم فينشر وبس زي السنه اللي فاتت، ولو لعب على مدافعين النخبه زي فان دايك او ساليبا او جابرييل او رودريجير في ماتش الريال السنه اللي فاتت هيتحط في الجيب وطلعه من الشنكار يا رودريجير وطلعه من جيبك يا فان دايك. لا، السنه دي هالاند بيتطور، هالاند بقى بيقدر يتحرك خارج ال 18، هالاند بقى بيقدر يسدد من بره ال 18. بالعكس كمان ده هالاند بقى بيشارك في صناعه اللعب. احنا السنه دي بقينا بنشوف هالاند بينزل بره ال 18 كتير. هالاند اللي بيكسر الارقام السنه اللي فاتت كان ليه ارقام كتير جدا في تضييع الفرص. هالاند كان ليه رغم كل الاهداف اللي بيسجلها كان ليه فرص كتير جدا، يكاد يكون نص الفرص اللي كانت بتجيله، لا مش دي، يكاد يكون نص الاهداف اللي كان بيسجلها كان بيضيع زيها، ودي كانت من ضمن المشاكل. السنه دي هالاند بيتفوق على نفسه في الفينيشنج، بيتفوق على نفسه في التحرك خارج ال 18، بيتفوق على نفسه في صناعه اللعب. فبالتالي هالاند بقى دوره مؤثر كبير جدا جدا في منظور جوارديولا، وده هينعكس كمان على المنافسات الصعبه قدام الفرق الصعبه زي ارسنال في الماتش اللي جاي. جابرييل وساليبا هيواجهوا هالاند مختلف تماما عن اللي واجهوه السنه اللي فاتت. خلصنا بقى متعه الشامبيونز ليج، ولكن فاضل لنا بقى ابو مدفع، الراجل اللي تعبنا سنين في هواه ومش عارفين نحقق دوري من ساعه الله يرحمه ويمسيه بالخير ارسن فينجر. طب تعالى بقى نتكلم شويه على المدفع الكبير ده، دوره ايه ونتائجه ايه وعمل ايه في الشامبيونز ليج وهيعمل ايه في الدوري الانجليزي في القمه الاقرب والاقوى قدام مانشستر سيتي المعلم والتلميذ. تعالى بقى نتكلم على ارسنال اللي تعادل قدام اتلانتا تعادل
هنعديها كده بلغه الكوره، لان ارتيتا كان واضح جدا من تبديلاته بالتحديد في الشوط الثاني ومن طريقه اللعب ان كان بيركز في تنفيذ الافكار وبيركز في تجربه لعيبه عشان خاطر ماتش السيتي. تعادل بره الديار مفيش مشكله، احنا لسه في اول ماتش في المجموعات، لسه اول ماتش في الشامبيونز ليج، مفيش مشكله مقبوله. المهم بس كل ده يصب في مصلحه الفرقه يعني في الاخر اللي يخص نادي ارسنال. طب تعالى بقى نتكلم بعيد عن الشركه الالمانيه وبعيد عن تجربه الجدول وبعيد عن الدوري الانجليزي وكل ده، انا بتكلم عن الشركه الالمانيه الخاصه بالدوري الانجليزي طبعا. هنتكلم بقى عن المواعيد المظبوطه في الدوري الانجليزي والقمه المرتقبه يوم الاحد. ارسنال طالما هنتكلم عنه لازم نتكلم عن الكرات الثابته. نيكولاس جيفر مدرب الضربات الثابته في ارسنال. من ساعه قدوم نيكولاس جيفر مع ارسنال في موسم 2021 وانضمامه للجهاز الفني، ارسنال بدايه من السيزون اللي فات مسجل 24 هدف من الكرات الثابته. ارسنال اكتر فريق في انجلترا تسجيلا للاهداف من الكرات الثابته. في المقابل بقى الناحيه الثانيه، وده من ضمن شغل بقى تحليل الاداء وشغل التكتيك، ان انت لازم تكون دارس الخصم اللي قدامك. توتنهام كان تاني فريق استقبالا للضربات الثابته في الدوري الانجليزي بدايه من الموسم اللي فات. توتنهام مستقبل 18 هدف من ضربات ثابته. وجس وات او خمن يا معلم ايه اللي حصل؟ ان ارسنال بيخلص ماتش من اصعب الماتشات في الموسم ومن ارخم الماتشات ديربي لندن على استاد توتنهام بكرة ثابته يسجلها جابرييل ويحقق اهم 3 نقط تقريبا في الموسم، وممكن يكونوا اصعب من ماتش السيتي اللي جاي بسبب الاصابات وبسبب الغيابات. من غير ديكلان رايس، من غير اوديجارد، بتلعب بخط نص اول مره يلعبوا مع بعض. جورجينيو اول مباراه، اول تجربه جنب بارتي، تجربه كانت صعبه. بعد ما مشيت سميث روي بقى عندك فضا في المكان ده، تجرب لعيبه جنب بعض، كانت تجربه قويه. مباراه صعبه جدا قدرت تحسمها من خلال كره ثابته. خلصنا الكلام ده، خلصنا الكرات الثابته، خلصنا نيكولاس جيفر والمدح اللي فيه. كفايه بقى تطبير لارسنال لغايه كده. تعالى بقى نخش شويه ونتكلم عن القمه المرتقبه في الدوري الانجليزي ما بين مانشستر سيتي وارسنال. طالما هنتكلم عن ارسنال السنه دي لازم نتكلم عن تطور المستوى الملحوظ لهافرتز. هافرتز بيقدم نسخه قويه جدا مع ارسنال السنه دي. ارتيتا قدر يطلع افضل مستويات هافرتز مع ارسنال السنه دي. هافرتز في 4 ماتشات سجل هدفين وعمل اسيست. هافرتز بيساهم في كل مراحل اللعب الخاصه بارسنال، بيساهم في خط النص زي ما شفنا في ماتش توتنهام، بيساهم هجوميا في اول 3 ماتشات في الدوري. هافرتز بيقدم نسخه المهاجم اللي كان بيدور عليه ارتيتا في منظومه ارسنال. هافرتز بيكسر الاكس جي بتاعه. هافرتز كان الاكس جي او المتوقع من الاهداف اللي يسجلها السنه دي 1.65%، لكن السنه دي هافرتز بيسجل في اول 4 ماتشات هدفين ويكسر الاكس جي بتاعه في الدوري الانجليزي. الاسيست بتاعه كان معدل الاسيست المتوقع اقل من الواحد 13%، ولكن هافرتز بيكسر برضو عدد الاسيستات المتوقعه ويعمل اسيست في اول 4 ماتشات في الدوري الانجليزي. طبعا كلنا ممكن نقول ان دي ارقام بسيطه وازاي مهاجم بيحقق ارقام صغيره زي دي، ولكن بالنسبه للاعب كان من اللا شيء بيقدم مستويات مزريه، اللعيبه كانت بتخاف تبصيله. جمهور ارسنال كان بيتكلم ويقول ان دي صفقه مضروبه او صفقه غير مناسبه او مش هو ده المهاجم المناسب، وكانوا بيتمنوا ان حتى خيسوس هو اللي يرجع يلعب تاني. لكن هافرتز السنه دي بيثبت نفسه. ارتيتا بيقدر يطلع افضل ما فيه، وده اللي هيصب في مصلحه ارسنال تاني قصاد مانشستر سيتي في الجوله اللي جايه. تعال بقى نخش كده شغل تكتيك شويه ونشوف هافرتز هيقدر يحقق التوازن اللي موجود في خط النص، هيقدر يعوض غياب اوديجارد، ولا تروسارد هو اللي هيقوم بالدور ده زي ما حصل في ماتش انتر ميلان. في ماتش اتلانتا تروسارد لعب في المكان ده وكان بيتبادل الادوار ما بينه وما بين هافرتز. ماتش توتنهام حصلت نفس التجربه، كانوا بيتبادلوا الادوار ما بينهم وما بين بعض في خط النص. تعال بقى نخش على التكتيكال باد ونتكلم شويه تكتيك كده ونخش في التفاصيل. تعال بقى اخش معايا كده في الملعب وشوف التشكيل المتوقع او الشكل الغالب اللي هيبقى في الخناقه اللي دايره ما بين ارسنال وما بين مانشستر سيتي، وعلى الخط في معركه تانية ما بين ارتيتا وما بين جوارديولا. طبعا كلنا عارفين ان جوارديولا السنه دي او بدايه من اخر الموسم اللي فات بقى بيعتمد على الضغط العالي، وبقى بيطلع خط دفاع لخط النص، وبقى بيقابل من اول تلت الملعب الاول الخاص بالفريق المنافس. طبعا هنلاقي جريليش بيضغط على جابرييل، هالاند بيضغط على رايا، في نفس الوقت دي بروين بيضغط على ساليبا، سافيو بيضغط على وايت، في نفس الوقت بارتي، رايس، هافرتز. دول الاغلب الثلاثي اللي هيبدا في ماتش يوم الاحد. دول الثلاثه اللي بنسبه 90% ممكن يلعبوا في خط النص، وتروسارد هو اللي هيكون
مهاجم. طب ايه التكايه اللي احنا ممكن نطلع بيها كده كفرقه ارسنال ونطلع من الحرب اللي دايره دي، من الضغط العالي القوي اللي بينفذه لاعيبه مانشستر سيتي؟ فاكر لما اتكلمت معاك في اول الفيديو الفكره اللي عملها بيرنتفورد قصاد مانشستر سيتي؟ دي خير دليل ان احنا ممكن نقدر نطلع من الضغط الخاص بمانشستر سيتي. تروسارد لو قدر ينفذ نفس الفكره اللي كان بينفذها ويسا في ماتش بيرنتفورد ويقدر يحقق الزياده العدديه في خط النص، لعيبه ارسنال هتقدر تطلع بالكوره من خلال تروسارد او من خلال هافرز، لان جندوجان هيلاقي مشكله كبيره قوي في الضغط. في حاله كمان لو ما لعبش دي بروين ونزل مكانه برناردو سيلفا، هيبقى في مشكله اكبر ان انت عندك جندوجان ودي بروين نفس الادوار، يكاد يكون نفس البروفايل، بس تعويضهم لدي بروين هيكون قوي، تعويض جندوجان بالتحديد هيكون قوي، لان جندوجان بيشارك في ال 18 كتير، بيدخل ال 18 كتير، بينزل تحت هالاند كتير، فدي هيكون اكبر او ده هيكون اكبر تحدي هيقابله ارسنال بقياده ارتيتا. ايه تاني من ضمن الافكار اللي نقدر برضو ارسنال ينفذها؟ شفت ماتش انتر ميلان قصاد السيتي؟ نفس الفكره اتكلمنا فيها في بدايه الفيديو. انتر ميلان كان بيلعب بتكتل دفاعي. فاكر الماتش الاولاني اللي اتلعب في الدور الاول من السنه اللي فاتت في الدوري الانجليزي؟ ارسنال ساب الكوره تماما لمانشستر سيتي. عايز الكوره خد الكوره، اعمل اللي انت عايزه، عايز استحواذ خد الاستحواذ، انا مش عايز الكوره، بس هلعب على التحولات وهحافظ على نظافه شباكي وهقدر ان انا اتحرك دفاعيا صح. هل المساحات ما بيني وما بين الخطوط بتاعتي هتحرك بكتله واحده، مفيش انصاف مساحات ما بين الخطوط، مفيش مساحه تتحرك فيها، هخنق لك هالاند اللعيب اللي بيعتمد على التحركات، بيعتمد على الالتحامات الهوائيه. اي نعم هالاند السنه دي زي ما اتكلمنا بقى مميز في تحركاته خارج ال 18، ولكن طالما اتضيقت المساحات هيبقى نسخه طبق الاصل من المباراه اللي شفناها ما بين انتر ميلان وما بين مانشستر سيتي. دي من ضمن الافكار اللي احنا نقدر نشوفها. ولكن لو هنتكلم عن التشكيل اللي هيبدا سواء من مانشستر سيتي او من ارسنال، طبعا هيكون ديفيد رايا اللي قدم تصدي ولا اروع في ماتش اتلانتا، ضربه جزاء على مرتين، سكند بول هايله من رايا من على الخط. رايا بيقدم مستويات كبيره جدا وهو المنقذ الاول لارسنال السنه دي. رايا، ساليبا، جابرييل اللي بيقدم نسخه قويه جدا من نفسه السنه دي، طور جدا في بناء اللعب، طور جدا في الاحتفاظ بالكوره والدريبلينج بالكوره المسافات الطويله في الملعب. تيمبر اللي بيعود لتشكيله ارسنال بعد الاصابه الصليبي السنه اللي فاتت. وايت على اليمين. قدامنا بقى هيبقى مشكله كبرى في خط النص، مين اللي هيبدا؟ جيرجينيو ولا بارتي؟ طبعا رايس هيعود، اوديجارد مش هيلحق. في رايي ممكن بارتي هو اللي هيبدا اساسي، رايس جنبه، قدامهم هافرتز. طبعا في مركز الهجوم هيكون تروسارد، مارتينيلي، ساكا. دي التشكيله الاقرب لمباراه يوم الاحد. طبعا التشكيله بتاعت مانشستر سيتي ووكر، ستونز، اكانجي، لويس. طب ليه مش جفارديول؟ جفارديول هيكون حل تاني في الشوط الثاني زي ما اتكلمنا عن دوره وتحركاته في ماتش انتر ميلان وفي ماتش بيرنتفورد. قصادهم هتكون بقى المشكله الكبرى في تعويض دي بروين في حاله عدم لحاقه بالمباراه يوم الاحد. عندك جندوجان، اعتقد ان هو اللي هيبدا مكان دي بروين، هيكون كوفازيتش، سافينيو. دي بروين لو ما بدأش هيكون مكانه برناردو سيلفا. اذا اللي هيعوض دي بروين واحد ما بين جندوجان او برناردو سيلفا. قدامهم هيكون هالاند وسافيو وجريليش. دي التشكيله الاقرب او التشكيله الامثل اللي ممكن يبدا بيها جوارديولا في ماتش ارسنال في قمه يوم الاحد. توقعي هيوصل لغايه فين؟ اعتقد ان المباراه دي مش هيكون فيها اهداف كتير، هيبقى في تحفظ، مباراه في الجوله الخامسه، لسه الدوري في اوله، الاثنين جايين من ماتش تشامبيونز ليج، لسه الدوري ما سخنش، لسه الفرق مش كبير، مش هقول لك فرق 5 أو 6 نقط فنسخن عليهم، ده فرق نقطتين. اعتقد المباراه ممكن تروح في سكه التعادل او الفوز بفارق هدف مش اكتر من كده، ولكن الاكيد والاقرب ان احنا هنشوف مباراه قويه جدا يوم الاحد. في النهايه بقى بعد ما خلصنا كل الكلام الحلو ده وخدنا الحلو من هنا على الحلو من هنا واتكلمنا تشامبيونز ليج واتكلمنا دوري انجليزي وخلصنا كل الكلام تكتيك وفنيات وكل حاجه، اول سؤال في دماغي دلوقتي، انا مش عارف الحلقه دي هتتمنتج ازاي او هتنزل امتى، لكن الشيء اللي احنا مقتنعين بيه جدا ان الحلقه دي ان شاء الله تكون بدايه الحلقات تانية، وطبعا الحلقه الجايه والاقوى وممكن تكون الاهم في السيزون المحلي حلقه السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك. استنوا الحلقه الجايه دي عشان هيكون فيها تفاصيل كتير قوي خاصه بالصفقات بتاعه نادي الاهلي وخاصه بالصفقات بتاعه نادي الزمالك، مدى تاثير الصفقات دي على ماتش السوبر، مين اللعيبه دي وهتقدم ايه وهتكون عامله دور عامل ازاي في منظومه لعب كل فريق. فاستنوا حلقات جديده من كوره توكس. ممكن تكون الحلقه دي ما فادتش كتير قوي في النقطه بتاعه المحليات، ولكن الحلقه الجايه هيكون فيها افضل وافضل في الناحيه المحليه. انا شريف عبد المنعم ودي كوره توكس، واستنونا في الحلقه الجايه.